طلاب المرحلة الثانوية، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثانية من الكورس التأسيسي اللي هو من سلسلة العمالقة ابدأ صح. كنا تعرضنا في المحاضرة الأولى أو ستيب 1 على parts of speech، والستيب 2 بتتكلم على أو second step بتكلم في موضوع حيوي، بس هنبدأ بشوية كلمات اللي هتفيدنا في الترجمة إن شاء الله. طبعا زي ما اتفقنا من الأول إن أهم حاجة الفهم الصحيح، لأن النظام الجديد اللي هو البكالوريا هو نظام قائم على التحليل، يعني قائم على الفهم. عشان كده لازم إن احنا يكون عندنا حصيلة لغوية عالية من الكلمات، وكمان هو استخدام الكلمات في القطع أو في الطرب. طبعا عندنا أول كلمة هنا كده اسمها affect، اللي هي الكلمة الأولانية اللي هو A. كلمة affect اللي هي يؤثر على. تاني كلمة effect تأثير. طبعا affect يؤثر، effect تأثير، affect فعل لكن effect ده اسم. effective الكلمة الثالثة دي adjective معناها هنا الصفة. طبعا هما الاثنين يعني كلمة impact وكلمة influence ينفع تأثير ويؤثر، فخلي بالنا واحنا بنتعامل فيه ان شاء الله. في سؤال هيجي عليه 5 اختيارات، يعني اول سؤالين في الاختيارات في الامتحان ان شاء الله بتاع نص سنه هيبقى عليه 5 اختيارات، لازم تختار منهم 2. عاده بتكون في الانتونيمز والسينونيمز. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي هي مهمه جدا ان كلمه affect من ضمن معانيها impact او influence. طيب literature الادب، literature هو الادب، وهو الادب اللي هو القصه والنثر والشعر، زي ما قلت English literature اللي هو الادب الانجليزي Arabic literature. طبعا كلمه improve يحسن، individual معناها فردي، developing country اللي هي دولة نامية، developed country اللي هي الدولة المتقدمة. خلي بالكم من الاثنين، كلمة developing معناها نامية اللي هي في إطار النمو، لكن كلمة developed أنا وصفتها إن دولة متقدمة. طبعا دي بتفرق الاي ان جي من الاي دي، وده هنتكلم فيها بعدين ان شاء الله. طبعا عندنا كلمه سكولرشيب معناها المنحه، منحه دراسيه، لما يكون حد واخد منحه دراسيه مثلا على حساب جمعيه ولا حاجه. سكولرشيب اللي هي المنحه الدراسيه. election انتخابات، education اللي هو التعليم، invest يستثمر، وانفستمنت الاستثمار، artificial intelligence ودي كلمه بقى اللي هي اختصار الاي اي وده منتشر جدا، critical thinking اللي هو التفكير النقدي، avoid الشباب اللي داخلين طبعا اولى ثانوي السنه اللي عدت كانت علينا اللي بيجي ورا فعل مضاف لاي ان جي. طبعا كلمه demerits معناها عيوب، انا لو شلت الدي هتبقى merits اللي هي المزايا، merits and demerits. طبعا كلمه rule معناها يحكم او قاعده، انما الرول اللي هي معناها دور. جلوب عالم، جلوبال عالمي، جلوباليزيشن اللي هي عولمه. ومعنى كلمه عولمه يا شباب للناس اللي مش عارفينها ان كلمه عولمه means that the world has become a very small village، يعني العالم بقى قريه صغيره، ان كل الاحداث اللي بتحصل في اي حته بتاثر على كل العالم. زمان طبعا ما كانش الكلام ده، كان احيانا في حادثه تحصل في مثلا دوله زي الصين احنا ما نعرفش عنها حاجه، ويعني كانت المواصلات طبعا ضعيفه، كان الاتصالات مش موجوده، فما كناش نعرف حاجه عن بعض. دلوقتي لما العالم طبعا انترنت وطيران فبدا العالم كله ياثر على بعضه. طب encourage يشجع، discourage يحبط او يعوق. طبعا كلمه develop يطور، development التنميه، personality اللي شخصيه، power اللي هي القوه او السلطه، characteristic اللي هي الميزه او السمه. يعني ان شاء الله لما حد فيكم كده يروح يبقى عنده مثلا مقاومات شخصيه، عنده characteristics هي كلمه صعبه شويه بس يعني هتمشي. طبعا عندي كلمه self confidence اللي هو الثقه بالنفس،
كلمة self reliance الاعتماد على النفس، revolution اللي هي الثورة، national income معناها دخل اللي الفلوس اللي داخله لنا. طبعا national معناها اللي هو national اللي هو الحاجة الخاصة بالدولة، زي مثلا لو local يبقى خاصة مثلا بالمدينة، خاصة بالدولة اسمها national. بالعالم كله اسمها international. contribute يساهم، وcontribution اسهام، وcontributions اسهامات. human تنفع اسم وتنفع فعل يا شباب. يعني انا لو قلت كده human بشر، وهيومن معناها بشري. طبعا fields احنا حافظينها ان هي حقول، لكن ايضا مجالات. نتمنى ان مصر تكون متقدمه مثلا في جميع المجالات. اللي الناحيه الثانيه ادي عندنا كلمه communication اللي هو التواصل، patience الصبر، determinal اللي هو اقدار، interaction او احيانا نقول interaction ما يهمش اللي هي التفاعل، globe العالم so world، require يتطلب، زي مثلا لو قلت لك ان العمل في المجال ده يتطلب كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا obvious يعني واضح، والبي سايلنت خلي بالك. expense اللي هو تكلفه، والاكسبنسز المصاريف او التكاليف. عندنا كلمه زي cooperate يتعاون، سوري بس كده. apps تطبيقات، scale مقياس او ميزان، foster يعزز so booster، beneficial مفيد، skills معناه مهارات، maintain يحافظ على او يصين، interpersonal اللي هو شخصي، mix with، relatives معناها قرايب، isolation اللي هو الانعزال او العزله. lead to يؤدي الى، هتلاقوها كده بس. lead to يؤدي الى، team work العمل الجماعي، various متنوع، vanish اللي هو يختفي، majority الأغلبية، generation جيل، declining تناقص أو متناقص أو حتى متدهور. طبعا ecotourism السياحة البيئية، devoted to اللي هي مكرس لي أو مخلص لي، partner شريك، partnership شراكة، source اللي هو مصدر، create يخلق. طبعا interpret يفسر جملة، يفسر معلومة، يفسر حلم حتى. ممكن كمان كلمة interpret اللي هو يترجم ترجمة فورية. طبعا convinced معناها مقتنع. لو بصينا للجزء الثاني من ستيب 2 هتكلم على مثلا فرق بين كلمات زي كلمة win معناها يفوز بشيء مادي، أو يفوز مثلا بمباراة مثلا، أو يفوز بكأس، أو يفوز مثلا ببطولة، أو يفوز بانتخابات بميدالية. gain اللي هي الكلمة الثانية اللي هي معناها يكتسب، ويكتسب يا شباب هنا معناه يكتسب شيء معنوي، زي مثلا gain information يفوز يكتسب معلومات، gain nationality يكتسب جنسية، gain speed اللي هو يكتسب سرعة، gain weight يكتسب وزن. فالجين يكتسب شيء مادي. طبعا كلمة earn اللي هو يكسب فلوس، earn money. واحيانا كلمه earn تيجي مع كلمه respect، لما اقول لك earn respect الواحد مستحق الاحترام. طبعا ده الاحترام بيبقى سنوات طويله من العمل مع الانسان، عشان كده يستحق الاحترام. اما كلمه beat دي معناها يهزم. طيب لو احنا عايزين ناخد تدريب صغير، لو مثلا المثال الاولاني it took رقم 1 it took the politician بتاخد من السياسي a long time وقت طويل to space enough confidence اللي هو الثقة الكافية to speak in public أن يتكلم قدام الناس. طبعا in public معناها في العلن أو قدام الناس. اللي هيحدد لي هنا اختياري تبقى ايه؟ لازم كلمة enough confidence الثقة الكافية، الثقة شيء معنوي. عشان كده هاجي أقول لك when غلط، هقول beat غلط، هقول earn خاصة بالمال، هقول طبعا gain.
طب who do you think will space the next election؟ مين اللي هيفوز الانتخابات اللي جايه؟ Who do you think will؟ طبعا next election مش معقوله هقول يكسب مال، مش معقوله هقول يكسب مال، مش معقوله هيكتسب شيء معنوي، مش معقوله هيهزم الانتخابات. لا طبعا هتبقى الاجابه هي win. طيب رقم 3 نمبر 3 اللي جميله. My father works hard. ابي بيعمل جاهدا to space his living. his living معناها يكسب قوت يومه، يكسب رزقه، يكسب لقمة عيشه. دي تساوي money. طبعا هنا هتبقى reading enables us. القراءة تمكننا to more and more knowledge. النولج يا شباب المعرفة. المعرفة عبارة عن شيء معنوي. هتبقى الإجابة رقم دي اللي هي. أنا بس عشان ما أزعجكمش بقى الكلمات ده هينزل الواجب، الباقي دول تعملوهم انتوا، أنا كده هتابعكم. رقم الجزء الثاني كلمة affect يؤثر، وده الفعل. قصادها هنا effect التأثير. effective مؤثر وفعال. effectively بفاعلية بطريقة فعالة، وده الظرف. طبعا affection معناها المودة أو الحنان أو المعاملة الكويسة. طبعا كلمة influence تأثير أو impact تأثير أو يؤثر، ودي مكتوبة طبعا هنا ممكن verb أو ممكن أو. طيب smoking space our health badly. التدخين إيه على صحتنا بشكل ضار أو بشكل سيء. يا ترى هو increases ولا influences ولا affects ولا B&C؟ تعالوا نشوف مع بعض. smoking ده يعتبر noun. النون هنا رجاله، يبقى انا كده عندي فاعل. الفاعل اللي يبقى عايز فعل. عايز اقول التدخين يؤثر على حياتنا بشكل سيء او على صحتنا بشكل سيء. طبعا هنا هتلاقي كلمه influences وكلمه affects، يبقى الاجابه هي B&C. This ingredients، السؤال رقم 9. This ingredients هذه المكونات also has that. اللعبة كلها هنا بذا. ذا معناها ومعروف ان الآ والآن والذا هي دايما بيجي وراها أسماء. هي affect يؤثر، ولا effect تأثير، ولا effective مؤثر، ولا effectively بشكل فعال. طبعا طالما ذا يبقى أنا عايز effective لأن هو ده الاسم. 10. The actor الممثل has been denounced. تمام؟ طيب have denounced as a bad. طبعا هنا bad هنا بقت صفة، وطالما صفة يبقى أنا عايز وراها موصوف، والموصوف عبارة عن اسم، يبقى أنا عندي هنا طبعا influential ما تنفعش لأن دي صفة. affect يؤثر ده فعل ما ينفعنيش. عندنا كلمة effective هنا طبعا برضو ما تنفعش لأن ده فعال. يبقى الإجابة الوحيدة تبقى كلمة influence. 11. her speech حديثها had a great، برضه لسه اديني صفة، يبقى عايز الصفة تبقى وراها ايه؟ موصوف. on the audience معناها الجماهير أو المستمعون. أو حديثها كان له تأثير كبير في الجمهور. طبعا effective ما تنفعش عشان great وeffective ما يجوش ورا بعض، صفة وصفة. import يستورد ما تجيش. impact هنتكلم فيها. affect يؤثر، لا هي الإجابة impact لأن أنا عايز اسم. الباقي ده هنعمله واجب وأنا هتكلم فيه بعد كده، هحله معاكم. تعالوا نشوف بقى بارت 2 من ستيب 2. بارت 2 بتتكلم على الضمائر. والضمائر على قد ما هي بسيطه لكنها مهمه جدا، بتفيدني طبعا ازاي انا بعرف ده فاعل، ده مفعول، ده صفه ملكيه، ده ضمير ملكيه، ده ضمير انعكاس. فالفكره كلها ان انا لازم احدد ايه الضمير اللي بتكلم عنه. يعني على سبيل المثال subject pronouns ضمائر الفعل. ضمائر الفعل طبعا احنا عارفينها، احنا شطار خالص. ادي الاي، ادي الهي، ادي الشي، ادي الات، ادي اليو، ذاي، وي، وكمان كلمه one يا شباب للناس اللي مش عارفاها معناها الانسان، الفرد، المرء، الشخص. حتى لما حد يقول له مالك يقول له اسكت ده الواحد مخنوق. يعني ايه الواحد؟ يعني انا، يعني الانسان. طيب دايما ضمير الفاعل بيحل محل الفعل وبيجي في اول الجمله.
I hit the ball. I أنا hit بشوط the ball الكورة، فاي فاعل، hit فعل، ball مفعول. انت مش كده حتى عشان لما تحل تيجي تكتب باراجراف فلازم تبقى انت عارف الوضع ده. او مثلا كده we like football، احنا بنحب الكوره، we ده الفاعل اللي هو ضمير. علي او he is good is a good pupil، هو تلميذ كويس. عندنا شباب طبعا ناس بتعتقد خطأ احيانا ان يبقى كلمه ات للغير عاقل في الجمع، في المفرد سوري. فلما يجي حد يقول لك اني، طب لو انا مثلا بتكلم على بوك او الات، طب بوكس يقول لك نقولها ات برضه؟ لا، نقول ذاي. لو كان الفاعل غير عاقل فاقول ات لما يكون مفرد، ان كان جمع بقول ذاي، زي العاقل بالظبط. يعني مثلا لو قلت ذاي سبيك انجلش، الناس بيتكلموا انجليزي، حلو قوي ماشي، انا عارف ان ذاي دي تمام. طب لو عايز اقول they are animals، اتكلم مثلا على الدوجز، they are animals، هي ذاي، ما فرقتش. طيب what you are، طبعا you دايما جمع يا شباب. what are you doing علي، ماذا تفعل يا علي. أو what are you doing my friends، طبعا you دايما جمع. الجزء اللي بقى الحلو اللي هي ضمائر المفعول. ضمائر المفعول يا شباب اللي هي me أنا، him her it you them us one الفرد والمرء. وضمير المفعول بيحل محل المفعول، مكانه في حاجتين اتنين، يا بعد الفعل يا بعد حرف الجر، يا بعد الفعل يا بعد حرف الجر. يعني علي visited me، مش ممكن تبقى علي visited I، مش ممكن. ليه بقى؟ اصل الجمله هنا علي فاعل، علي ماله يا شباب؟ فاعل. وفيزيتد فعل ومي مفعول. مش ممكن اقول علي فيزيتد اي يبقى علي زار انا، ما تجيش. انا عندي الجمله عايزها فعل مفعول. طيب لو قلت كده الجمله الثانيه I don't like them، انا ما بحبهمش، الاي فاعل ودونت لايك ده الفعل المنفي والذم بقى مفعول. مش ممكن تبقى I don't like they، مش ممكن. طيب they loved at him، هم بيسخروا منه. احنا عرفنا ان كل ضمائر المفعول بتيجي بعد الفعل او بعد حرف الجر. طيب احيانا كلمه one وجمعها كلمه ones، شخص او اشخاص. اقول one should work hard to succeed، المرء يجب ان يعمل بجد لكي ينجح. او ممكن اقول لك you should work hard to succeed. طيب عندنا بقى ضمائر اسمها ضمائر الملكيه، البوسيسيف بروناونز والبوسيسيف adjectives. ضمائر الملكيه وصفات الملكيه الاثنين ورا بعض كده، خلي بالكم يا شباب عشان في فرق ضخم بينهم الاثنين، والاثنين يعني لا حلوين. يعني مثلا لو انا قلت كده اهو، ادي my، ولازم يجي ورا اسم. لما اقول لك my house او his house او its house اذا كان مثلا في كلب ليه بيت مثلا، او your house منزلك، او their house منزلهم، او our house منزلنا، او one's house منزل الشخص او منزل المرء او منزل الفرد. دي اسمها صفة ملكية. صفات الملكية لازم يجي وراها اسم، لازم، ما ينفعش. يعني لو قلت واحد come and see my وجيت ساكت، come and see what؟ my ايه؟ هل هي ماي هاوس ولا ماي بوك ولا ماي كاميرا ولا ماي لابتوب ولا ماي تابلت ولا ماي ايه؟ فما تنفعش. لكن كلمة ماين اللي هي لا، ده اسمها اللي هي البوسيسيف بروناون، اللي هو ضمائر الملكية مش صفات. ليه بقى يا شباب؟ ماين معناها ملكي. يعني لما اقول كده this house is mine، هذا المنزل ملكي. مش معقولة this house is mine house، ما تجيش. فانا فكره ان انا بحط كلمه ماين ممنوع وراها الاسم. ممكن يجي وراها على فكره فعل. لو واحد مسالك ايه ماي هاوس از بيج، بيتي كبير، انا راجل على قدي، بقول ايه ماين از سمول. تمام. فانت عندك هنا حبايبنا ادي كلمه ماين هز هيرز الغير عاقل ملوش، yours
theirs, ours, one's. يعني مثلا على سبيل المثال لما قلت لك كده this car belongs to me. هذه السيارة تخصني. خلي بالك من حرف الجر to اللي جت ورا كلمة me اللي هو ضمير مفعول. It is mine دي ملكي. اوعى تقول it is my car غلط. طيب this book is ours هذا الكتاب ملكنا. مش ممكن اقول لك this book is ours book مفيش. كمان يجي بعض صفات الملكيه اللي هم لما انا قلت لك ادي صفات الملكيه اهي my this is my new car هذه السيارات الجديده او this is his mobile. طبعا احنا خدنا زمان واحنا صغيرين اللي هي حكايه الابوستروف اس. لو قلت لك this is her book هذا كتابها so this book is hers. طبعا عرفت الفرق بين ادي her دي تعتبر صفه ملكيه انما hers ضمير ملكيه. her لازم وراها بوك كلمه بوك انما hers ممنوع وراها الاسم. طب لو استخدم ابوستروف اس عادي جدا this is تؤس book هذا هو كتاب تؤ او this book is تؤس. طبعا يجوز ان انا اشيل كلمه book واكتفي بالابوستروف اس يعني اقول هذا كتاب تؤ او انه لتؤ. طب this book belongs to تؤ يخص او ينتمي تؤ عادي جدا. خلي بالكم اللي جاي في كلمه of. طبعا الابوستروف اس خلي بالكم في كم معنى كده جميل جدا. يعني لو قلت كده اهو he is a cousin of hers ده واحد من ابناء عمومتها. او لو انا عايز اشيل of hers او he is a cousin of her own واحد من ابناء عمومتها برضه او he is her cousin هو ابن عمها على طول من غير ما نعمل حاجه. طيب عندنا بقى رقم 4 حاجه اسمها ضمائر الانعكاس reflexive pronouns. طبعا احنا من زمان عارفين ان كلمه myself بنفسي himself بنفسه herself بنفسها itself yourself او yourselves themselves معناها بانفسهم ourselves انفسنا الاخيره oneself بنفسه او بنفس الفرد. طبعا لو انا اتكلمت في بستخدم ضمائر الانعكاس يا شباب عشان خاطر ااكد ان هو نفس الفعل. يعني انا لو قلت كده اهو you can blame yourself دي عايده على you او she fell over هي وقعت but she didn't hurt herself هي ما عورتش نفسها. مش ممكن اقول هي وقعت وما عورتش نفسه لا هي ما عورتش نفسها. فاي تبقى myself you تبقى yourself. طيب لو انا حبيت مثلا اتكلم في الجمله دي بقول لك كده I myself did the job لما اتكلم على التاكيد I myself did the job او I did the job myself برضه تمشي لان myself ممكن تتحرك تيجي بعد الفعل او تيجي في الاخر خالص. دي بقى جميله جدا اللي هي كلمه باي هنا معناها بمفردي وحدي بدون اي مساعده without any help. يعني مثلا كلمه باي himself تساوي on his own مع نفسه او تساوي alone لوحده او حتى تساوي without help تساوي without help. anyway ادي كلمه يعني مثلا I went to the cinema انا ذهبت الى السينما I went to the cinema alone أو انا رحت السينما لوحدي او on my own او مع نفسي او حتى by myself. طيب في عندنا بقى demonstrative pronoun اللي هي ضمائر الاشاره. ضمائر الاشاره يا شباب هي بتتكون من ايه؟ this هذا that ذاك. طبعا this اسم اشاره القريب هذا that اسم اشاره القريب بس هما الاثنين مفرد. انما لو قلت these هؤلاء اسم اشاره القريب الجمع. طب those اسم اشاره القريب للبعيد الجمع. يعني مثلا لو قلت لك كده this is the one I want هو ده اللي انا عايزه او those were their bags دول شنطهم. طبعا this مفرد قريب those هي مفرد بعيد او this is my hat دي الشنطه بتاع الطاقيه او الهات او this book is interesting. طبعا هنا لما نتكلم على الاستخدامات لاسماء الاشاره. اخر حاجه يا شباب اللي هي ال indefinite pronouns
indefinite pronouns الضمائر غير محدده. يعني ايه ضمائر غير محدده؟ انا ما برضاش اقول لك انا يعني بكلم مين. على سبيل المثال واحد بيقول لك انت بتكلم مين؟ تقول له صموان. يعني ايه صموان؟ شخص ما. يعني بمنتهى البساطه مش عايز اقول لك انا بكلم مين. مثلا طالع فين؟ somewhere. يعني ايه somewhere؟ في مكان ما. يا اخي انت مالك مثلا. لما اتكلم مثلا بتقول لي something شيء ما. فدول اسمهم ضمائر غير محدده. خلي بالكم احنا عندنا ضمائر محدده تخص البشر اللي هم زي المجموعه الاولى اللي هم المجموعه دي كده. حلو. فكلمه مثلا everybody everyone someone somebody. عندنا مثلا no one anybody او anyone. مثلا عندنا no one nobody. دول اسماء غير محدده تخص البشر. اي حاجه اخرها body او اخرها one اعرفوا ان دي تخص البشر. طيب الناحيه الثانيه لما اتكلم على مين؟ على كلمه everything كل شيء. everywhere something somewhere anywhere anything nothing nowhere. دول حاجات خاصه بالاشياء. طب تفرق؟ تفرق. خلي بالكم في التكه اللي جايه دي. دايما 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 everything او اي حاجه اخرها thing اي نعم الفعل اللي وراها مفرد، ولما احب اشيلها واعوض عنها بضمير مفرد. يعني انا قلت لك everything has been prepared. كل حاجه تمت اعدادها as كما it was planned كما تم التخطيط لها. everything عوضت عنها ب it. انما لو كان no one ولا واحد، لا ده بشر. was in the house كان في المنزل. لو انا عايز اعوض عنهم اقول they. ليه طيب بنعمل كده؟ اصل انا ما اعرفش اللي كانوا في البيت كانوا رجاله ولا ستات. فلو قلت هي ستات تزعل، لو قلت شي الرجاله تتقمص. طب على ايه؟ طب ما نقول they. طب بس انا عايز احددها اقول he or she. تمام؟ فانا عاده بفضل ناخد زي واخد وراها فعل جمع. طبعا قلت كده no one was in the house they were in the party كانوا في الحفل. اللي جاي دي بقى نقطة شائكة من النقاط اللي هي لا المليانة. في كلمة every وكلمة each. ادي each كل وادي كلمة every كل. هيجي وراهم اكيد اسم مفرد يعد. وراهم فعل مفرد. انما لو قلت لك each of وراهم اسم جمع والفعل مفرد. خلي بالكم each تنفع وراها of وراها اسم جمع، لكن every ما تنفعش وراها of على فكره. يعني لو قلت every of اعرف انك انت غلطان. طب تعال ناخد مثال. لو قلت لك every student كل طالب here هنا is clever. خلي بالك انا قلت every student is clever. طب لو قلت كده each of the students كلا من الطلاب is clever. ما زلت برضه حتى مع each of حتى لو كان الاسم جمع فالفعل وراه مفرد. تمام يا شباب؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض. طب ده نحل شويه. Sentence number 1 or question number 1. The little boy is playing with the space toys. لو انتوا خلي بالكم معايا كده ادي اولا بنتكلم على بوي. بوي يعني ايه؟ برافو ولد. طيب ولد ياخد هير؟ مش ممكن طبعا ياخد هير. طيب ياخد اتس؟ ده بتاع الغير عاقل. طيب ياخد سي ذار؟ لا ده انا عارف جنسه وانا عارف نوعه. انا عارف انه ولد فياخد هز. يبقى اول واحده هنا تبقى هز. معلش هو الماوس بس محتاج يتعدل شويه. هز. طيب could you blew out معناه تنفخ زي ما كان بعيد ميلاد يعني. candles near you ممكن عايز اقول لك تطفي الشمع اللي قدامك. شباب الحلوين عارفين ان الاسم اللي وراه كلمه كاندل ولا كاندلز؟ طبعا هي كاندلز جاب. طب near you بالقرب منك يبقى بتكلم على اسم جمع للقريب. this ما تنفعنيش وذات ما تنفعنيش دول للمفرد.
those اولئك ما تنفعنيش، هتبقى these. طيب علي is coming to visit in September. علي جاي يزورنا في سبتمبر. جاي يزور مين؟ خلي بالك ده هنا فاعل، احنا اتفقنا مين اللي يجي ورا الفعل؟ طبعا ضمير المفعول اللي هو اس. طيب نمبر 4 don't worry ما تقلقش the problem will solve. المشكله هتحل. المشكله عاقل ولا غير عاقل؟ هتبقى طبعا yourself ما تنفعش myself ما تنفعش themselves ما تنفعش، هتبقى اللي عندي الوحيده هي كلمه itself. طيب that guy told المرشد told اخبر that the museum was about to close. المرشد قال لنا ان المتحف على وشك انه يقفل يعني. هي told we تنفع برضه؟ guy told we يبقى فاعل فعل فاعل طبعا ما تنفعش. your ده صفه ملكيه. she ما تنفعش ده فاعل فعل فعل، هتبقى الوحيده اللي هي us. ده يا شباب اللي هو الضمائر. طب ناخد على الانعكاس اللي رقم 6 the dogs الكلاب barked هي كانت بتنبح on seeing on the water. عايز اقول الكلاب كانت تنبح عندما رأت نفسها في المية. طبعا انا بتكلم على dogs كلاب. ما تجيش لان نفسها. himself ما تجيش لان بتكلم على جمع. itself بتكلم على مفرد. انا هنا عندي دوجز كلاب يبقى في غير كلمه themselves. ده باختصار كلمات. انا هنحل طبعا الباقي، انا الواجب هحله معاكم، لكن تعالوا نشوف هل ده يفيدني في الترجمه؟ طبعا يفيدني في الترجمه. عندنا طبعا الستيب 3 او بارت 3 من ستيب 2 بتكلم على ترانزليشن رولز اللي هي قواعد الترجمه. طبعا لازم احدد الترجمه وانا بشوف الترجمه بعيني، فين الفاعل فين الفعل فين المفعول. طب الضمير راح فين؟ طب الضمير ده لما يجي مع ده نروح فين؟ خلي بالكم من الكلام ده. فانا قلت كده ادي تحديد الفاعل والمفعول في رقم 1. لازم لو قلت لك كده I saw her crossing the road quickly to catch the bus. I فاعل، saw فعل، her مفعول. لا احسن واحد يقول لي I saw she، اما مش هتيجي فاعل فعل فاعل، فهي لازم فاعل فعل مفعول. I saw her crossing the road quickly to catch the bus. انا شفتها بتعدي بسرعه عشان تلحق الاتوبيس. طيب لازم احدد برضو. لو قلت لك كده مثلا I saw her crossing the road quickly to catch the bus. انا لازم اعرف طبعا اللغه العربيه لها خصائصها واللغه الانجليزيه لها خصائصها. ففكره ان انا لازم اعرف فين فاعل فعل مفعول يعني كمثال في رقم 3 الضمائر المستتره في العربي لازم تبان في الانجليزي. يعني مثلا قلت كده علينا ان نحافظ على بلد. علينا يعني علينا يعني we should. فواحد هي ما جبناش كلمة نحن يجب علينا. في العربي الضمير ممكن يستتر، لكن في الانجليزي لازم يبان عشان امشي مظبوط فاعل فعل مفعول. فلو قلت لك we should مثلا keep our country safe فلازم اعرف كده ان احنا عندنا فاعل فعل مفعول. مهم جدا جدا جدا. طب هل اللغات بتساوي بعضيها؟ بس كل لغه لها شخصيتها. فالعربي يجوز ان الضمير يستتر، لكن في الانجليزي لازم يبان. على سبيل المثال بص يا شباب كده في المثل الاولاني، يعني مثلا لو قلت لك كده اهو، خلي بالك على الماوس اهو، نفخر بما حققته سلسله العمالقه هذا العام. من الذي يفخر؟ وي. فقلت لك كده اهو خلي بالك ادي we are proud نحن جميعنا فخورون we are proud of what Giant Series has achieved this year. يعني الله يبارك لهم شغل عالي جدا والعمالقه ناس محترمين جدا يعني لا والسلسله بتاعتهم هايله. فقال لك نفخر. طب لو كانت تفخر يبقى she is proud. طب افخر يبقى I am proud. طب لو يفخرون they are proud. نفخر طبعا we are proud. ففي العربي يجوز ان الضمير يستتر، لكن في الانجليزي لازم يبان وتمشي زي فاعل فعل مفعول. طيب 2 لو مثلا كده برتب الجمله. يعني مثلا لو قلت لك كده رأيته يأكل وجباته. رأيته على فكرة أنا كده يعني رأيته كلمة واحدة في العربي
ترجمتها ل3. I saw him. طب رأيتها I saw her. طب رأيتهم I saw them. فأنا يعني لازم أبقى الترجمة هي فن نقل المعنى. فبقول لك كده رأيته يأكل وجباته تبقى I saw him eating his meals. طيب لو أعطيتها قلمي، من الذي أعطى؟ أنا. والفعل أعطى، ومن المفعول؟ أعطيتها، يبقى I gave her my pen. طيب خلي بالكم بقى، لأن يعني الموضوع اللي جاي ده موضوع ضخم جدا وممكن هنخلص بيه. الضمير المضاف إلى فعل يترجم إلى ضمير مفعول، والضمير المضاف إلى اسم يترجم إلى صفة ملكية. يعني خلي بالك من الجملة العربية. يمكننا العمل الجاد من تحقيق أهدافنا وطموحاتنا. يمكننا، طبعا كلمة يمكن اضاف لها الضمير نا، فيمكننا يعني هو اللي بيمكننا. مين اللي بيمكننا يا شباب؟ برافو، حد سمع قال لي العمل الجاد. مش العمل بس، ده هنا بقى عندي الفاعل عبارة عن صفة وموصوف. من هو الصفة والموصوف؟ hard work. ده الفاعل hard work. من الذي يمكننا؟ الهارد work. بيعمل ايه؟ enables us. يمكننا. النا اللي أضيفت إلى كلمة يمكن ترجمتها إلى ضمير مفعول. يبقى hard work enables us to achieve يا شباب أهدافنا وطموحاتنا. goals عبارة عن اسم، الهدف أهداف عبارة عن اسم، بتحط لها كلمة النا دي كده، يبقى النا أضيفت إلى اسم، بقت ترجمت إلى صفة ملكية our goals. يبقى لو الضمير انضاف إلى فعل يترجم إلى ضمير مفعول، إنما لو اضاف إلى اسم يترجم إلى صفة ملكية. فهارد وورك العمل الجاد enables us بيمكننا to achieve our goals أهدافنا and ambitions وطموحاتنا. طيب يزور السياح مصر كل عام للاستمتاع بجوها البديع. الهاء هنا أضيفت إلى اسم، جو لو الطقس يعني، فقلت كده every year. خلي بالكم every year ممكن تحط في الأول، بس تحط في الأول يا شباب لازم بعدها كوما. أدي الفعل أهو عشان فعل مفعول. على فكرة ممكن أحط every year في الآخر، ممكن أقول لك tourist visit Egypt to enjoy its charming weather every year. تنفع. لكن لو قلت لك كده every year tourist visit Egypt to enjoy its charming weather، جوها طقسها. فأنا عندي كلمة its اللي هي صفة ملكية. طيب الجزء الأخير نتكلم فيه اللي هو كيفية التعامل مع الفعل يا شباب. الفعل ده هو اللي بيدخل عليه الزمن، يعني الفعل ما بيتغيرش، المفعول ما بيتغيرش، اللي اتغير بس الفعل. طبعا احنا عندنا أزمنة كتير، مضارع بسيط ومضارع مستمر وماضي بسيط وماضي مستمر وماضي تام ومضارع تام ومضارع تام مستمر وماضي مستمر وأزمنة المستقبل، لا كتير. ودول محتاجين بقى شغل عالي مننا، لان احنا ايه يعني لا لازم نبقى ملمين بالازمنه. خلي بالكم امتحان ثانويه عامه السنه دي اللي هو النظام القديم في 8 اسئله كل واحد عليه درجتين، ده بيبقى خاص بالقاعده التراكميه. يعني بتتكلم يعني 2 في 8 ب 16 درجه، زي القطعه 16 درجه، الاثنين وحديهم بس عليهم 32 من 60، يعني ده حاجه ضخمه جدا. طيب فانا بتكلم كده رجاله، لو انا اتكلمت في حاجه ادي he is ده verb to be مضارع بسيط، they are مضارع بسيط برضه بس مع الجمع she walks هي to school walks. طبعا انا عارف ان ده مضارع بسيط لاني الفعل المفرد اللي هو she بينضاف وراها للفعل اس. طبعا لو we walk to school احنا بنمشي للمدرسه. طبعا لو كان الفعل جمع يجي وراه الفعل في المصدر. اتكلم على زمن ماضي تام مثلا، اتكلم على has succeeded، اتكلم على مثلا مضارع ده مستقبل بسيط، قلت كده مثلا Egypt has succeeded in improving economy and this will have a great effect on the standard of living. طبعا لقد نجحت مصر في تحسين الاقتصاد وسيكون لهذا أثر كبير على مستوى المعيشة.
Egypt has succeeded ده زمن مضارع تام in improving economy في تحسين الاقتصاد and this will have ده مستقبل a great effect on the standard of living اللي هي مستوى المعيشة. اللي كانوا في اللي كانوا في سنة أولى ثانوي السنة اللي عدت عارفين إن دي بنسميها الفيوتشر تايم كلوزز اللي هو العبارة الزمنية الدالة على المستقبل. هنتكلم فيها بالتفصيل طبعا اللي داخلين اولى ثانوي اللي هم اولادنا اللي بتوع ثالثه اعدادي الكلام ده يبقى جديد عليهم. ازاي انا لو عندي حدثين في المستقبل ما اقدرش اقول 2 ويل في جمله واحده، ساعتها اضطر استخدم يا مضارع بسيط يا مضارع تام للتعبير عن المستقبل، ودي حاجه احنا لسه هنتكلم فيها بالتفصيل الشديد. ادي Egypt has succeeded in improving economy and this will have a great effect on the standard of living. طبعا ده موضوع كبير وهنتكلم طبعا عن المضارع التام ليه استخدامات كتيره جدا من ضمن زي الجمله اللي قدامنا دلوقتي. اتكلم على ان مصر نجحت في تحسين الاقتصاد، ده اللي خدناه السنه اللي عدت يا شباب لما قلنا ان فعل بدا في الماضي وما زال يحدث حتى الان ومتوقع انه يكمل. ده زمن المضارع التام بعلاقته مع زمن المستقبل، طبعا دي احدى الاستخدامات. عندنا برضو يا شباب مثلا verb to be صغير بس جامد يعني. في اللغه العربيه يجوز ان الضمير يستتر ويجوز ان verb to be ايضا يستتر. يعني مثلا لو قلت كده هم اطباء، يعني ايه هم اطباء يا رجاله؟ احنا باللغه العربيه ادي هم ضمير وادي اطباء اسم. ما اقدرش اقول زي دكتور، لا اقول they are doctors. ليه؟ عشان امشي فعل مفعول. طب لو قلت انه رجل كسول قلت he is a lazy man. هو انه يكون رجل كسول، هي مفيش يكون مش موجوده اصلا، او هم يكونوا اطباء. verb to be لو استتر في اللغه العربيه لازم يظهر في الانجليزي. لازم اقول مثلا كده انا طالب، مش معقول واحد يقول I student، لا هي I am a student. تمام؟ طيب الحاجه الحلوه اللي جايه ان verb to be لا يعني لا شديد. يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي كلمه verb to be يعبر عنها كلمه يعتبر او يمثل او يعد او يكون او هو. يعني مثلا كده اهو، مثلا لو قلت لك كده في الجزء ده يمكننا ترجمه verb to be اذا كان فعل اساسي بمعاني مختلفه زي كلمه يعتبر ويمثل ويعد ويكون وهو. يعني مثلا قلت تعتبر مصر احدى الدول الناميه، تعتبر، فاقول لك كده Egypt ايه تعتبر دي؟ Egypt is one of the developing countries. طب ما ممكن حاجه تانية، ممكن كمان verb to be ممكن على فكره الجمله دي اقول مصر بمثابه احدى الدول الناميه، او مصر تكون احدى الدول الناميه، او مصر هي احدى الدول الناميه. شفتوا verb to be واحد بس ممكن اترجمه اكتر من حاجه. طيب he is playing tennis now ده زمن مضارع مستمر. طب لو انا عايز بس اتكلم على verb to have، verb to have طبعا ممكن ترجم لديه او يتناول ياكل او ياخذ او يقضي. يعني لو قلت لك كده Egypt has a lot of great monuments، مصر تمتلك الكثير من الاثار. وممكن اقول مثلا he has attended the party ده زمن مضارع تام. طب لو قلت لك he has او he had a good time in شرم الشيخ، هو قضى وقت كويس في شرم الشيخ. طب لو قلت لك she had an accident هي حصل لها حادثه. طب لو قلت مثلا she had a baby انجبت ولدا. طبعا الكلام ده هنتعرف عليه بالتفصيل، لا بس خلينا نمشي كده في الكورس ده. طيب تعالوا بس نترجم. مين يترجم معايا؟ Number 1 artificial intelligence is considered يعتبر the next revolution in the next few years. artificial intelligence ده اللي هو الذكاء الاصطناعي is considered يعتبر the next revolution الثورة القادمة، الثورة اللي جاية in the next few years في السنوات القليلة القادمة. طب تعالوا نشوف الأولاني. يعتبر الذكاء الاصطناعي هو الثورة المقبلة في السنوات القليلة المقبلة، ولا رقم ب يعتبر الذكاء الاصطناعي هو مستقبل البلاد لأقل بلاد،
ولا المستقبل. طيب انا بيها استبعدها. يعتبر الذكاء الاصطناعي هو الثوره الحاليه في شتى المجالات؟ طبعا دي بعيده خالص. طب يعتبر الذكاء الاصطناعي هو الثوره المقبله في العالم في السنوات القليله القادمه؟ لا، انا ما عنديش كلمه العالم اصلا. يبقى الاجابه الوحيده هتبقى رقم بي، رقم اي، سوري. يبقى في رقم 1 هنا الإجابة إجابة إيه؟ طيب. A good education التعليم الجيد and critical thinking والتفكير النقدي skills مهارات التعليم الجيد والمهارات والتفكير النقدي always bring success in students later life. دائما بيجيب رقم 2. A good education التعليم الجيد and critical thinking skills يبقى مهارات التعليم الجيد والتفكير النقدي always دائما bring بيجلب أو بيحضر success النجاح in students later life في حياة الطلاب اللاحقة أو لاحقا يعني اللي هي بعدين. يبقى التعليم الجيد ومهارات التفكير الناقد يجلبان النجاح لحياة الطلاب لاحقا، ولا أن التعليم الجيد ومهارات التفكير النقدي يضمنا النجاح لحياة الطلاب لاحقا، ولا يجلب التعليم الجيد ومهارات النجاح؟ أنا دي أريد هستبعدها لأن مفيش حاجة اسمها مهارات النجاح. طيب، أن التعليم الجيد ومهارات التفكير الناقد يضمنا، طبعا كلمة يضمن دي مش موجودة عندنا، يبقى الإجابة هتبقى التعليم الجيد ومهارات التفكير النقدي هتبقى رقم إيه؟ The internet is the quickest and the best means of communication for millions of people. However, مع ذلك it should be used wisely and carefully to avoid its demerits. احنا عارفين demerits معناها العيوب، وavoid معناها يقلل أو يتجنب، سوري يتجنب. طيب، الانترنت هو أسرع وأفضل وسيلة. أنا أوتوماتيك هطير بي عشان أرخص، وكمان فأقول بي طبعا أرخص مش هتيجي، هي طبعا قال لك the quickest and the best هي الأسرع والأفضل. طيب نقول رقم ايه؟ الانترنت هو أسرع وأفضل وسيلة اتصال لآلاف الأشخاص. طبعا هو قال لي مليونز، ما قاليش آلاف، ما قالش thousands، قال مليونز، يبقى طيرت A و B. الانترنت هو أسرع وأفضل وسيلة اتصال لملايين الأشخاص، ومع ذلك يجب استخدامه بحكمة وحذر لتقليل عيوبه. طيب، والانترنت هو أسرع وسيلة اتصال لملايين الأشخاص، ومع ذلك يجب استخدامه بحكمة وحذر لتجنب عيوبه. نختار ما بين هنا، طبعا نختار ما بين جيم ودال. الانترنت هو أسرع وسيلة اتصال لملايين الأشخاص، ومع ذلك يجب استخدامه بحكمة وحذر لتقليل عيوب. هو قال لتقليل ولا قال لتجنب؟ طبعا هنا طبعا هقول لك كده ادي avoid، يبقى الإجابة هي رقم دي عشان تجنب مش تقليل. بكده نكون احنا خلصنا المحاضرة الثانية من سلسلة ابدأ صح بتاعت كتاب العمالقة. ان شاء الله اتمنى تكونوا استفدتوا يعني، وباذن الله هيبقى معانا المحاضرة اللي جاية تنزل بسرعة اللي هي الخطوة الثالثة. شكرا، اشوفكم على خير المحاضرة الجاية. باي باي.